الأسد بيعتبر من أقوى الحيوانات المفترسة، بس في العديد من الحيوانات اللي تقدر إنها تهزمه بسهولة لأسباب علمية واضحة. فالفيل مثلا وزنه في المتوسط بيبقى 6 أطنان، في حين إن الأسد وزنه ما بيتعداش ال 250 كيلو جرام، وقوة الفيل الجسدية كافية جدا لإسقاطه وضربه حتى الموت. وفرس النهر عنده فك قوي بقوة عضة بتتجاوز ال 1800 رطل لكل بوصة مربعة، يعني أقوى بأضعاف من عضة الأسد اللي بتوصل تقريبا ل 650 رطل لكل بوصة مربعة، وده بيخليه طبعا قادر على تحطيم عظمه. ده غير ان الجاموس الافريقي اللي بيصنف كأحد اخطر الحيوانات في افريقيا، واللي وزنه بيوصل لحوالي 900 كيلو جرام، ولما بيهاجم بقرونه الضخمة سرعته بتتخطى ال 50 كيلومتر في الساعة، وهو ده الحيوان المسؤول عن قتل مئات الأسود سنويا. أما بالنسبة لتمساح النيل فهو بيمتلك أضخم قوة عضة في المملكة الحيوانية، واللي بتوصل ل 3000 رطل في البوصة المربعة الواحدة. وبمجرد إن هو يجر الأسد للمية، الأسد مش هنلاقي أي فرصة للنجاة. في حين إن النمر طبعا، وده على الرغم من تشابه الوزن الكبير اللي ما بينهم، إلا إن هو بيتميز بعضلات أكتر كثافة ومرونة عالية وقدرة على المناورة الفردية. وفي برضه وحيد القرن اللي وزنه بيتعدى ال 2 طن، وبيمتلك قرن حاد جدا قادر على اختراق جسم الأسد بسهولة. وبعض الدببة زي الدب البني أو القطبي اللي وزنها بيتراوح بين 470 كيلو جرام، وبتمتلك قوة جسدية ومخالب كافية لقتل الأسد في مواجهة مباشرة. والمقارنات العلمية دي كلها بتأكد إن الأسد مش هو الأقوى، وإن في العديد من الحيوانات اللي ممكن تتفوق عليه بيولوجيا بشكل واضح.